يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبما ان بقى كده المخلل السنه اللي فاتت كان الكيس بس منه كان ب15 وب20 جنيه. فطبعا السنه دي مع في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيها دي اكيد الكيس هيعدي ال20 جنيه كمان. عايزه اقول لكم ان المخلل بتاع رمضان ده بيكون ليه طعم خاص جدا وبيبقى حاجه كده حلوه جدا. عارفين انتوا الاكياس المخلل اللي هي بتبقى عباره بس كده عن لفت مثلا وجزر بسيط جدا كده، وخيارية بسيطة وفلفلاية كده حراقة، الاكياس اللي بتبقى المية بتاعتها حمراء التحفة دي. تعالوا النهاردة هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وكل الموضوع مش هيكلفنا 50 جنيه، وهنعمل كمية كبيرة جدا تكفينا طول رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب كده اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويجعلها أيام خير وسعادة علينا جميعا اللهم أمين. فتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حطوا لي لايك كده للفيديو من ايديكم الحلوه، وكمان متابعه لصفحتي لو لسه ما تابعتنيش. ويلا نسمي بالله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض، بجد بطريقه سهله جدا هتعتمديها وتقومي فورا تنفذيها. بصوا بقى كده، انا جبت كيلو من الخيار، وجبت كيلو من الجزر، وجبت كيلو من الفلفل، وجبت 3 كيلو من اللفت. 3 كيلو من اللفت الكيلو كان ب5 جنيه، وجبت كيلو خيار ب15 جنيه، يبقى ادي كده 30 جنيه. وجبت كيلو جزر ب10 جنيه، ادي كده 40 جنيه. وجبت كيلو فلفل ب15، يبقى ادي كده 55 جنيه. تعالوا شوفوا ال55 بسم الله ما شاء الله هيعملوا معانا كمية قد ايه، في ظل اصلا ان الكيس لوحده فيه حوالي ربع كيلو ب20 جنيه. بصوا بقى كده، انا جبت القطاعه بتاعتي اللهلوبه التحفه دي يا جماعه، الحاميه جدا، وبدات اقطع بيها الخضار. بصي تقطيعه الخضار دي ليكي انتي وحريتك، قطعيها بالشكل اللي يناسبك وبالطريقه اللي تعجبك. انا طبعا بحب الشكل اللي هو على شكل الزجزاج ده، بحس ان هي شكلها بيكون لطيف. تقدري تعمليه بالسكينه صوابع كده زي ما تحبي، مش هنختلف في الشكل طبعا انتي وذوقك، تمام كده. فطبعا انا بدات ان انا اقطعه كده، قطعت الخضار كله. طبعا الخضار انا غسلاه كويس جدا قبليها ومصفياه. اللفت ده نقعته في ميه كتيره لان كان فيه طين كتير جدا. وبدات ان انا بقى كده غسلته، وقشرت الجزر كمان وغسلته، وغسلت الخيار والفلفل كل حاجه. هنا بقى كنت بشكل كده شويه مثلا صوابع بالسكينه، شويه مشرشرين، يعني بوريكي كذا طريقه تقطعي بيها وانتي وراحتك. بعد ما قطعت بقى كده الخضار ما شاء الله، بصوا عمل معايا طبق كبير كده، قلبته كويس جدا مع بعضه. وجبت هنا بقى كده ربع كيلو من البنجر. عارفين ربع كيلو البنجر بكام؟ ب2 جنيه ونص. اه والله امي جايبهولي ب2 جنيه ونص. علشان كده قلت لها هاتيلي كام واحده، علشان بقى لونه كده يبقى ايه، اللون الاحمر الغامق التحفه ده اللي بيكون في الاكياس الجاهزه اللي احنا بنشتريها. دبري وفري في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيها دي، لازم تعملي كل حاجه في البيت. جبت هنا بقى كده حوالي نص كيس من الملح الصغير ده، بما يعادل يعني 5 معالق كبار من الملح، ورشيتهم كده على المخلل بتاعي. وسبته بقى كده حوالي ساعة على الرخامة لحد ما نزل ميته. ضفت له معلقة كبيرة من السكر وحوالي ربع كوباية من الخل، وقلبت المكونات دي كلها كده على بعضها. المفروض ان انت تحطي عليها بقى كده تزوديها شوية مية، حوالي مثلا لتر من المية كده. لو عايزاه تاكليه بسرعة تبقى مية بتغلي، ولو عايزة تسيبيه لحد رمضان براحته يبقى مية عادية خالص من الحنفية، وزودي عليها معلقتين كبار من الملح. بس انا كان عندي المية اللي مخللة فيها اللفت قبل كده كانت حلوة وزي الفل، فبصراحة استغلتها وحطيتها استخدمتها تاني. هنا بقى كنت خلاص جبت البرطمانات غسلتها بمية سخنة كده علشان تتعقم، وعبيت المخلل بتاعي. شايفين ما شاء الله كمية كبيرة قد ايه. ده اول ما عبيته كان لسه لونه بهتان كده، وده بعد ساعتين من لما عبيته في البرطمان. بصوا قد ايه لونه بقى تحفة ازاي. وهسيبه بقى كده على رخامة تقدري تشيليه في اي مكان لحد رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. بجد شكله حلو جدا وعامل معايا كمية حلوة جدا. ما تنسوش بقى كده لو عجبكم الفيديو تحطوا له لايك وتعملوا متابعة، واشوفكم على خير والسلام عليكم.